طفلة أمها وأبوها تخلوا عنها من وهي صغيرة، والخدم هم اللي ربوها وكبرت وهي فاكرة إن أبوها ميت، لكنها في يوم هتصادف أبوها وهما الاتنين مش هيعرفوا بعض، وما نعرفش إيه إحساسها لما تعرف الحقيقة وإن أبوها لسه عايش. فيلمنا النهاردة بيبدأ في مدينة من مدن تركيا، وبنتعرف هناك على واحدة اسمها أسرى، ست متجوزة ومخلفة بنت واسمها عائشة. وللأسف بنكتشف إنها بتخون جوزها، وبنشوفها وهي قاعدة مع حبيبها في الجنينة اللي موجودة قصاد بيتها في نص الليل، وبتستغل إن جوزها نايم، ويا عيني بنتها بتكون لسه مجرد طفلة رضيعة، وبتفضل البنت تعيط علشان أمها سايباها لوحدها. وقتها عارف بيصحى على صوت بنته، ولما بينادي على مراته بيلاقيها مش بترد، ولما بيقرر إنه يقوم يدور عليها بيتفاجئ وقتها إنها مش موجودة أصلا في البيت. وساعتها عارف بيقرر إنه يروح لبنته، وبيحاول إنه يبقى جنبها ويهديها، وبعدها بيدخل المطبخ علشان يحضر لها اللبن. وهنا بقى عارف بيتصدم لما بيشوف من الشباك مراته وهي قاعدة تحب في واحد، ومن الصدمة بقى بيتسمر في مكانه. وأول ما بتدخل البيت بيبدأ إنه يتخانق معاها، وبيبقى هيتجنن ومش مصدق إنها قدرت تخونه، وبيقرر يا عيني وقتها إنه يطردها من البيت. والمفروض إن أسرى في الموقف ده إنها تبقى على الأقل مرعوبة، لكنها بدل ما تعتذر بتقوله بكل بجاحة إنها أصلا كانت مخططة إنها تمشي من البيت، وبيبقى واضح إنها مش ندمانة على اللي عملته. وعارف بيبقى هيتجنن من سلبيتها، وبيقول لها إنها ما فكرتش في مصير بنتها لما تعيش في أسرة مفككة، لكن ده مش بيفرق مع أسرى، وبتكون بتكرهه لدرجة إنها بتقرر إنها تتخلى عن بنتها، وبكل جحود بتقوله إنها مش عايزة بنتها، وإنها بتفكر تعيش حياتها مع حبيبها، وشايفة إن وجود بنتها هيعطلها. وفي الوقت ده بنشوف أسرى وهي بتلم حاجتها علشان تسيب البيت. وقتها بتظهر عائشة وهي بتعيط، وبتروح ورا امها، وبيبقى واضح انها متعلقة بيها وعايزاها يا حبيبتي تبقى جنبها، لكن للأسف امها مش بتعمل لها اي اهتمام، ولا حتى بتفكر تحضنها قبل ما تمشي. ساعتها الخدم بيجوا ياخدوا عائشة وبيحاولوا يهدوها، علشان يا عيني عارفين انها كل ما تقرب من امها هتحس بشعور عدم القبول، لان واضح انها جحدة. وبعدها أسرى بتنزل، وبنشوف ان حبيبها مستنيها بالعربية، ولسه هتركب بتلاقي بنتها جاية وراها وهي بتعيط ومش عايزاها يا حبيبتي تسيبها. وبرغم كده أسرى مش بتتأثر وبتسيبها وبتمشي. أما الخدم فهم اللي بيكونوا حنينين على الطفلة، ومش مستوعبين إن أمها قدرت تستغنى عنها بالطريقة دي. وفي الوقت ده بنشوف عارف وهو باصص بنظرة حزينة على بنته، وبيكون متأثر ومتضايق إن الحال وصل لكده. وبعدها بنشوف عارف وهو باصص لصورة أبوه بنظرة حزن، وبيفتكر لما أبوه حذره إنه ما يتجوزش أسرى، لكن الحب اللي عم عينيه، وبيبقى شايف ان ابوه معاه حق، وبيكون ندمان جدا انه اتجوزها. وفي الوقت ده بنشوف الخادمة حميدة وهي بتحاول انها تهدي الطفلة عائشة، وبتديها يا عيني ألعاب علشان تعوضها عن حنان الأم. ولكن للأسف الطفلة في الوقت ده بتكون محتاجة لحضن أمها، وعشان كده هي بتكون منهارة ومش بتهدى بسهولة. وبعد شوية بتنزل حميدة وبتلاقي الخادم عثمان متضايق، واللي بنعرف إنه جوزها، وبيقول لها إنه سمع إن عارف هيبيع البيت ده. فبتفهم وقتها حميدة إنه عايز يعمل كده علشان يحاول إن ينسى مراته. وفي الأثناء دي بيدخل عليهم عارف وبيديهم ورقة، وبيعرفهم إن أسرى خبطتها عربية وماتت. والخادمة لما بتعرف كده بتحزن جدا، خاصة إنها بتلاقي عائشة بتعيط، وبتبقى مش عارفة إزاي هيعرفوها إن أمها ماتت. وقتها حميدة بتروح لعائشة وبتهديها، وكمان عثمان بيحاول إنه يضحكها. وبعدها بنشوف عارف وهو بيتكلم مع الخادم عثمان، وبيقول له إنه فعلا هيبيع البيت، ومش بس كده ده كمان هيبيع كل أملاكه، وبيفكر إنه يمشي من المدينة ويعيش في مدينة تانية، وبيوعدهم إنه هيوفر لهم سكن تاني. لكن عثمان بيتوقع إنه هيودي بنته دار أيتام، وبيسألوا عن بنته وإيه اللي هيحصل فيها. والمفاجأة بقى إن عارف بيعرض على عثمان إنه يتبنى بنته هو ومراته حميدة، خاصة إنه عارف إنهم مش بيخلفوا، ده غير كمان إن عشرته بيهم مخليه واثق ومطمن إنهم هيعرفوا يعوضوها عن حنان الأم والأب، واللي للأسف مش هتشوفوا البنت. وبيقول لهم بنتي أمانة عندكم، وإنه ممكن يعني في يوم يرجع لها. وطبعا عثمان بيتأثر وبيستغرب إن عارف هيقدر يتحمل إنه يبعد عنها، وإنها كده هتكبر من غير أب وأم.
ساعتها عارف بيتفق معاه إنه يفهم عائشة لما تكبر إنهم عيلتها، يعني الخادم والخادمة هيفهموها إنهم أجدادها وإن أبوها وأمها ميتين، بحيث إنها ما تفضلش عايشة على أمل إنها تشوف حد فيهم. وفي أثناء ما بيتكلموا بتظهر حميدة وبتلاقي إن عثمان بيعيط، وبتفهم إنهم هيتبنوا الطفلة وده بيكون مفاجأة. وفعلا بيتبنوا الطفلة وبتعدي 19 سنة، وبنشوف عائشة وهي رايحة لحميدة وعثمان وبتبقى فاكرة إنهم أجدادها، وبيبقى يعني واضح إنها سعيدة معهم. وبنشوف إن معها شنطة سفر، وبنعرف إنها جاية لهم من سكن الجامعة وبتنزل لهم في كل أجازة. وعلى الغدا بتقول لهم عائشة إنها ما دفعتش إيجار السكن لمدة 3 شهور، وإنها بقت حاسة إنها عبء على أصحابها، وفي نفس الوقت مش بتكون عايزة تتقل عليهم. لكن جدها بيطمنها إنه هيعرف يتصرف. وفي الأثناء دي بيجي لها اتصال من زميلها أريك في الجامعة، ومن كلامهم بنفهم إنهم مرتبطين وبيحبوا بعض. وبنعرف إنه طالب منها إنها تجيله في يوم بيته علشان يعرفها على أخته وجوزها. لكن عائشة بتكون مترددة وخايفة إنهم ما يحبوهاش. وفي نفس الوقت ده بنشوف عثمان وهو بيتكلم مع حميدة على مصاريف عائشة، ومش عارف يا عيني إزاي هيتصرف، خاصة إن ظروفه المادية الفترة دي مش أحسن حاجة. ساعتها حميدة بتطلع الأسورة الذهب اللي في إيديها، وبتكون مستعدة إنها تبيعها علشان يعرفوا يصرفوا عليها. وفي نفس الوقت ده بتكون خايفة أبوها يجي بعد السنين دي كلها وياخدها منهم. لكن عثمان بيطمنها وبيقول لها إنه مش هيعرف مكانهم. وبنعرف إنهم نقلوا من البيت اللي كانوا ساكنين فيه بعد ما عارف اتصل وكان عايز ياخدها. وبنروح لعارف واللي بنعرف إنه اتجوز واحدة اسمها فاطمة، لكن طول الوقت بيكون حزين ويباصص لصورة بنته وحاسس جدا انه مفتقدها. وبيبقى واضح ان مراته عندها علم باللي حصل له، وبتحاول انها تصبره وبتقول له انه مصيره هيلاقيها. لكن عارف مش بيكون مطمن، وده لانه اتصل بالخدم وما ردوش عليه، وحتى مش عارف مكانهم فين. وبيكون متضايق من نفسه جدا انه حتى ما زارهاش، وبيقول على نفسه اب فاشل. وفي اثناء ما بيتكلموا بيظهر إريك، والمفاجأة انه بيكون اخو فاطمة، وبيكون لسه راجع من الجامعة، وبيعرفهم انه حب بنت اسمها عائشة، وبيطلع لهم صورتها. وبيبقى واضح ان عارف معرفش انها بنته لانه يا عيني ما شافهاش من زمن. وقتها عارف بيسأل إريك سؤال غريب، وبيقول له البنت دي من أنهي طبقة اجتماعية. لكن إريك بيستغرب وبيقول له إنه مش فارق معاه نقطة الطبقات دي، وكل اللي فارق معاه إنها شخصية كويسة وحبها. وأثناء ما بيتكلموا بيجيله اتصال من عائشة، ساعتها بيسيبهم وبيروح يكلمها. وبمجرد ما بيمشي بنشوف فاطمة بتلوم عارف وبتسأله ليه حقق معاه بالطريقة دي. ساعتها عارف بيقول لها إنه رباه وعشان كده بيعتبره زي ابنه، ولازم برضه يشوف مصلحته. وده لأنه شايف إن ممكن البنت اللي حبها دي تطلع إنها بتضحك عليه. وفي مكان تاني بنشوف عثمان وهو رايح لصاحب الشغل اللي كان بيشتغل عنده من سنين، وبيبقى واضح إن الشغل صعب جدا لأنه عبارة إنه بيقعد يكسر في الخشب. وبالرغم إنه عثمان كبر في السن لكنه بيحاول إنه يتحمل الشغل. وفي نفس الوقت ده بنشوف حميدة وهي بتنشر الهدوم، وجنبها عائشة اللي بتقول لها إنها بتفكر تشتغل علشان تساعدهم. لكن حميدة بترفض وبتطمنها إن هم اللي هيدفعوا لها فلوس السكن، وبتبقى مش عايزاها تشيل هم أي حاجة طول ما هم عايشين. وبنروح لعثمان واللي بيبقى واضح إنه تعبان جدا من الشغل، لكنه مش بيستسلم وبيكمل تكسير. وفي الوقت ده بنشوف عائشة وهي بتتكلم مع حميدة وبتقول لها إنها نفسها تشوف صورة لأبوها أو أمها. لكن حميدة بتفهمها إن مفيش أي صور معاهم، وبتكون متعمدة تعمل كده علشان ما تعرفش هو مين. لكن عائشة مش بتشيل الموضوع في دماغها، وبتبقى يعني عايزة تعرف أبوها مات إزاي. ساعتها حميدة بتزعل إنها لسه شاغلة بالها باللي حصل لهم، وبتطلب منها تنسى علشان تعرف تعيش. وبتقرب منها وبتطمنها إنها تفضل جنبها طول حياتها. وبنروح لعارف وبنشوفه بالليل بيتكلم مع إريك، وبيكلمه عن حبيبته، وبيقوله إنه متحمس جدا إنه يشوفها علشان يسألها كم سؤال. وفي مكان تاني بنشوف عثمان وهو بيشتغل، وأثناء شغله بيبدأ يحس بألم شديد في ظهره. وفي نفس الوقت ده بنشوف عائشة بتلم حاجتها علشان تروح لسكن الجامعة. وفي الأثناء دي حميدة بتتفاجئ إن عثمان جاي تعبان جدا من الشغل، وبالرغم من إنه تعبان لكنه بيفكر في عائشة، وبيدي لحميدة الفلوس علشان تديهم لها. وعائشة قبل ما تمشي بتشكر عثمان وبتحس قد إيه هما بيحبوها وبيضحوا علشانها. وفي تاني يوم بعد الجامعة بنشوف عائشة وهي رايحة تقابل حبيبها أريك، وقتها بياخدها بالعربية لبيت عيلته. ولما بيوصلوا البيت بتنبهر عائشة بشكل البيسين اللي قدام البيت،
وفي اللحظة دي بتظهر فاطمة وبترحب جدا بعائشة. وبعد شوية بينزل عارف وبيبدأ بقى إنه يتعرف على عائشة ويسألها أسئلة كتير كده عن حياتها، وبيبقى عايز يعرف أبوها بيشتغل إيه، لكنها بتفاجئه إن أبوها وأمها ميتين، وبتعرفه إن جدتها وجدها هما اللي ربوها. ساعتها بيسألها منين أصل أبوها، يعني كانوا عايشين فين. وقتها عائشة بتتوتر لأنها ما تعرفش حاجة عن أبوها، لكن ساعتها فاطمة بتتدخل وبتقول عارف يأجل أسئلته لبعد الغدا. لكن بعد الغدا بيقرر إيريك ياخد عائشة ويمشوا على طول، وبمجرد ما بيمشوا بنشوف فاطمة بتشكر في عائشة وبتقول له إنه بيفكر يتجوزها قريب، لكن ده مش بيعجب عارف وبيقول لها إنهم ما ينفعش يستعجلوا على الجواز غير لما يعني يعرفوا الأول من عيلتها. فبتقول له فاطمة إن إيريك واثق في البنت دي كويس، لكن بيبقى واضح إن عارف متأثر جدا باللي حصل له لما اتجوز مراته وخانته، وعشان كده مش بيثق في قصص الحب اللي بيسمعها. وبيقول لها إن الحب ساعات بيعمل إنسان وبيخليه ما يفكرش بعقله، وبيفكر عارف إنه يروح بنفسه للمدينة اللي البنت عايشة فيها ويسأل عن عائلتها. وفي تاني يوم بنشوف عارف وهو واقف قصاد الجامعة وبيراقب تحركات عائشة وبيشوفها وهي بتكلم زمايلها. وقتها بيشك فيها على طول إنها بتخون إيريك، وبيبدأ يفتكر خيانة مراته ليه اللي لحد دلوقتي مأثرة عليه بشكل نفسي. وبنعرف إن الشاب اللي بيتكلم مع عائشة ده يبقى صديق صاحبتها وطالب منها توصل لها كام حاجة. وفي الوقت ده بنشوف عارف وهو بيتكلم الناس في المدينة وبيعرف منهم عنوان بيت عائشة، وبعدها بنشوف عارف بيتحرك بالعربية للعنوان. وفي نفس الوقت اللي فيه عارف رايح لبيت عائشة بنشوف يا عيني حميدة وعثمان وهم خارجين من البيت وبيركبوا الباص علشان يروحوا مشوار. وبمجرد ما بيمشوا بيوصل عارف لبيت عثمان، ولما بيخبط على الباب بيتفاجئ ان مفيش حد موجود، فبكده بيفهم ان عائشة بتسرح بإيريك وبيشك فيها اكتر. وعشان كده عارف لما بيرجع البيت بيطلب من إيريك انه يبعد عن عائشة فورا، وبيقوله لو بتحترمني ما تتجوزش البنت دي. لكن إيريك بيستغرب وبيبقى عايز يعرف ايه السبب، لكن عارف مش بيجاوبه وبيبقى عايزه يسمع كلامه من غير ما يجادل. ساعتها إيريك بيستغربه اكتر وبيقوله انه اكيد بيعمل فيه مقلب، لكن وقتها عارف بيقوله انه متفهم ان الموضوع طبعا صعب عليه انه يصدقه، وعشان كده مش عايزه يدمر مستقبله. لكن بيبقى واضح ان شخصية إيريك قوية، وعشان كده كلامه مش بيأثر عليه، وبيقوله انه خد قراره خلاص وهيتجوزها. وبيكمل كلامه وبيقوله انه مستحيل يخلي كلامه يدمر الحب اللي بينه وبينها. وبعدها بيسيبهم وبيمشي وهو متعصب. وبنشوف بعدها إيريك وهو قاعد مع عائشة وبيبقى واضح قدامها انه متوتر. ساعتها بتفهم ان اهله رفضوا الجواز، لكن إيريك بيفهمها عكس كده وبيطمنها ان هو بس اللي صاحب القرار. وفي تاني يوم بنشوف عارف وهو رايح الجامعة لعائشة وبيطلب منها انه يتكلم معاها. ساعتها عائشة بتوافق وبتركب معاه العربية. وبعدها بنشوف عارف واخد عائشة لمكان مهجور وبيقول لها انها لازم تبعد عن إيريك، وبيتهمها انها بتقرب منه بس علشان تاخد فلوسه. وبيقول لها انه عارف البنات اللي زيها كويس. وطبعا يا عين عائشة بتكون مصدومة من كلامه، وبتتفاجئ وقتها لما بتلاقيه بيطلع لها شيك بمبلغ كبير علشان تبعد عنه. ولما بيلاقيها ساكتة بيفتكر انها عايزة مبلغ اكبر من كده، لكن يا عين عائشة بتكون مش مستوعبة اللي بيحصل. وساعتها بترمي الشيك قدامه وبتسيبه وبتمشي وهي بتعيط. وفي طريقها وهي ماشية بتظهر عربية إيريك قدامها وبيكون يا عيني جايب لها ورد ودبلة، لكن إيريك وقتها بيستغرب إنها بتعيط، وبيستغرب أكتر لما بيلاقيها رفضت إنها تاخد الدبلة وكمان سابته ومشيت، لكنه مش بيسيبها وبيبقى عايز يعرف منها إيه اللي بيحصل. ساعتها عائشة بتنهار وبتقوله يبعد عنها ويعتبر إن اللي بينهم انتهى، وبتكمل كلامها وبتقوله لو عاوز يعرف اللي حصل يروح يسأل جوز أخته. وبعدها إيريك بيروح لعارف وهو طبعا متعصب جدا وبيسأله قال إيه لعائشة علشان تبعد عنه بالشكل ده. ساعتها عارف بيقوله ينساها لأنه متأكد إنها مش بتحبه وعايزة تستغل فلوسه بس. وإيريك بيبقى هيتجنن ومش قادر يفهم هو اللي بيفكر بالشكل ده، فبيقوله عارف إن عنده خبرة أكتر منه لأنه عدى بتجربة صعبة ومش عايزه يعني يعيش نفس اللي عاشه. ساعتها إيريك بيسيبه وبيدخل أوضته وبيفضل يعيط.
وبنروح لعائشة وبنشوفها وهي قاعدة لوحدها حزينة في أوضتها وقافلة على نفسها. وعلى الناحية التانية بنشوف عارف وهو داخل لإيريك وبيعتذر له على اللي حصل وبيبرر له وبيقول له إنه عمل كده علشان ينقذ مستقبله. لكن طبعا إيريك يا عيني بيبقى شايف إنه غلطان وإنه كمان متسرع، وبيقول له إن ما ينفعش يحكم على عائشة من غير ما يعرفها. ساعتها عارف بيقول له إنه عارف نوعية البنات دي كويس، وإنه اتجوز واحدة زيها قبل كده وندم إنه ما سمعش كلام أبوه وخلى مشاعره هي اللي تحركه. وبيبدأ يحكي له حكايته كلها وإنه لحد دلوقتي ما شافش بنته ومش قادر ينسى صوتها وهي بتعيط. وإيريك وقتها بيتأثر بحكايته جدا، لكنه برضه بيبقى شايف إن عائشة مختلفة عن كل البنات، وبيقول له إنه بيثق فيها أكتر من نفسه وإنه عمره ما هينساها. فبيتعصب عارف وقبل ما يمشي بيقول له إنه مش هيسمح له يتجوزها. وفي تاني يوم بنشوف إيريك وهو واقف مستني عائشة قصاد الجامعة، لكن يا عين عائشة أول ما بتشوفه بتتجاهله وبتسيبه وبتمشي، وهي كانت متضايقة جدا. لكن وقتها إيريك بيروح لها وبيترجاها إنها تسمعه، وبعدها إيريك بيعتذر لها عن اللي حصل من عارف وبيقول لها إنها ما ينفعش تهتم لأنه يعني مش أبوه وإن هو بس اللي يقرر لحياته، وبيقول لها إن هم مش صغيرين ومسؤولين عن قراراتهم. لكن عائشة بتبقى شايفة إن الموضوع مش هينجح لأن جوز أخته مسؤول عنه لأن أبوه متوفي، وقبل ما تمشي بتقوله إنهم لازم يفترقوا عن بعض. وطبعا يعني إيريك بيبقى هيتجنن وبينهار. وبالليل بتلاحظ فاطمة إن أخوها إيريك اتأخر، فبتقلق عليه جدا لأنه حتى ما اتصلش وما ادهمش أي خبر. ساعتها بتتكلم مع عارف وبتقوله ما يضغطش على إيريك لأنه ممكن يتدمر نفسيا، لكن عارف بيبقى شايف إنه عمل الصح وبيقول لها إنه زي ابنه بالظبط ولازم يخاف عليه. وفي الوقت ده بنشوف إيريك واقف في عز المطر قصاد السكن بتاع عائشة، لكن أصحابها لما بيبصوا من الشباك بيشوفوه وبيتفاجئوا إن ده حبيب عائشة. ساعتها يا عيني بيروحوا لعائشة وبيعرفوها إنه واقف قصاد السكن، لكنها مش بتهتم وبتمثل إنه مش فارق معاها. لكن أصحابها مش بيسيبوها غير لما بيخلوها تبص عليه من الشباك، وعائشة أول ما بتبصله بتلاقيه فرحان جدا، والموقف ده بيثبت لها قد إيه هو بيحبها ومش قادر يستغنى عنها. وبنروح لعارف وبنشوفه ماسك صورة بنته وسرحان فيها لدرجة إنه مش بيركز مع كلام فاطمة، وهي بتقوله إنها خايفة إنه يكون حصل حاجة لأخوها. وبعد شوية بتلاقي الباب بيخبط وبتتفاجئ بإيريك داخل وهدومه كلها مبلولة. ساعتها بتطلب منه إنه يغير هدومه علشان ما يتعبش، لكنه مش بيهتم وبيسيبها وبيقفل الباب على نفسه. وفي اللحظة دي بيظهر عارف وبيقول لفاطمة تسيبه على راحته لحد يعني ما يفوق لنفسه. وبنروح لعائشة وبنشوفها قاعدة وسط أصحابها وهي بتعيط، لكن وقتها أصحابها بيقنعوها إنها تقرب من إيريك وما تهتمش لعيلته، وبيفضلوا يتكلموا في نفس الحوار لحد ما عائشة بتمل وبتسيبهم وبتدخل أوضتها. وفي تاني يوم بيتفاجئ عارف إن إيريك مشي وساب له ورقة واللي كاتب لهم فيها إنه قرر يسيب البيت لأنه حس إنه عبء عليهم، ده غير كمان إنه مش عايز حد يتحكم في حياته وإنه هيعيش حياته بالطريقة اللي عايزها. وفي نفس الوقت ده بنشوف إيريك وهو ماشي وبيكون تعبان لدرجة إنه بيفقد الوعي، والناس لما بيشوفوه بالحالة دي بيبلغوا عيلته. وبعدها بنشوف إيريك في المستشفى وجنب أخته فاطمة، وعارف لما بيشوفه بالحالة دي بيقوله إنه موافق يتجوز عائشة لأن هدفه الأساسي إنه ما يتأذيش. وطبعا إيريك بيفرح جدا، وبيفرح أكتر لما بيلاقي عائشة داخلة عليه بوكي ورد. ولما عائشة بتسمعهم بيتكلموا عن جوازتهم بتفرح جدا، وبعدها بتروح تبلغ عيلتها وبتعرفهم إن عريسها وعيلته هيجوا بيتها النهاردة وعلشان يطلبوا إيديها. وبالفعل بيروح إيريك وعيلته لبيت عائشة، لكن عارف أول ما بيدخل البيت بيتفاجئ بوجود عثمان فبيتصدم، وبكده بيفهم إن عائشة تبقى بنته. وقتها عثمان بيأكد له إنها فعلا بنته. ساعتها عارف بيتأثر وبيقرر إنه يتكلم مع عائشة على انفراد، وبالفعل عارف بياخد عائشة على جنب وبيسألها تعرف إيه عن أبوها، فبتقوله إنها كل اللي تعرفه إنه مات. ساعتها عارف بيقول لها إنهم فهموها كده علشان يعني ما تفضلش عايشة على أمل إنها تشوفه، لكن عائشة مش بتفهم قصده إيه، وكمان مش بتصدق لما بيقول لها إن أبوها عايش، وبتقوله إنها بتتمنى إنه يكون أبوها عايش فعلا. ولسه عائشة هتمشي بتلاقي عارف بيعيط وبيترجاها إنها تسامحه، وطبعا عائشة بتبقى مستغربة إنه بيعيط، لكن وقتها بيظهر عثمان وبيعرفها إن ده أبوها، وده بيفاجئ جدا عائشة وبتفرح وبتحضنه. وفي نفس الوقت ده بنلاحظ إن عريسها وأخته باصين عليه وهم فرحانين إن أخيرا إن لقى بنته عائشة. وبيخلص الفيلم على كده، واتمنى يا رب يكون عجبكم، واستنوني في أفلام تانية جديدة، والسلام.